السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير، تحياتي إليكم جميعا. نبدأ حكايتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. بجد قصة مستفزة، بس الناس ما بقاش عندها رحمة في قلوبها، ولا الرحمة انعدمت من قلوب الناس، ولا ايه؟ مش فاهمة. المهم أنا متجوز بقالي 3 سنين. ربنا ما كرمنيش في البداية بطفل عشان كان في شوية مشاكل كده فتعالجنا منها، والحمد لله. مراتي حامل دلوقتي في بنوتة. المهم مراتي ليها أخت واحدة عندها طفلين. المهم من فترة كده أختها وجوزها عملوا حادثة بالعربية وتوفاهم الله، وسابوا طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وطفل تاني سليم معافى بس عنده 3 سنين. المهم كانوا قاعدين مع جدتهم حماتي يعني، بس من 4 شهور كده حماتي توفت، فمراتي اضطرت ان هي تاخد الولاد، ما عندهاش حد تاني ان هي تعتمد عليه ياخدهم، مع العلم ان ليهم عمات وليهم جدتهم مامة باباهم، وجدتهم مامة باباهم دي عندها 85 سنة. المهم دلوقتي مراتي هتولد ومحتاجة حد يخدمها. مراتي طول النهار بتلف ورا ابن اختها ده، هو عنده 15 سنة بس بيتعامل معاملة طفل عنده سنة، بس هو ذكي جدا جدا، بس برضو في حاجات بتبقى مش متعود عليها. يدوبك هي اللي تأكله، هي اللي بتشربه، هي اللي بتلبسه، هي اللي بتروح معاه للمختصة، وهي كمان حامل ومش قادرة على الحمل ده. كانت كمان بتشتغل، وبمجرد ما مامتها توفت سابت الشغل وقعدت. أثر معايا على وضعي المادي، بس قلت مش مشكلة. هي كمان بتقولي ولاد اختي انا مش هفرط فيهم، دول هيفضلوا قاعدين معايا لبقية عمري كله. انا خايف كمان كل اهتماماتها بقت بولاد اختها، وانا حاسس ان انا مش موجود، لكن هي بصراحة مش مقصرة ولا في بيتي ولا في خدمتي يعني، بس انا برضو حاسس ان في حاجة كاتمة على نفسي من الولاد وجودهم في بيتي. هم هاديين ومتربيين، بس انا كمان مش بحب ولسه ما تعودتش على دوشة الولاد. خايف كمان لما تولد يبقى اهتماماتها كلها بولاد اختها، وتسيب بنتي اللي جاية ما يبقاش فيه اهتمام بيها. وكمان هي بتطلب مني ان اجيب حد يقعد معاهم فترة الولادة، لان ما عندهاش حد يخدمها ولا حد يرعاها. انا قلت لها هجيب ماما تقعد تخدمك انتي. امي شرطت عليا، قالت لي الولاد دول لازم يمشوا من البيت، انا مش هقدر اخدمك واخدم مراتك واخدم العيال دي، ده بالذات بيحتاج معاملة خاصة، وانا يا ابني ما فيش صحة اقدر الف وراها. امي عندها 47 سنة، بس امي مش هتقدر على الخدمة دي كلها. عندي اخوات بنات ممكن يساعدوها، بس اخواتي شرطوا ان هو يمشي عشان بيخافوا يتعاملوا معاه. انا قلت لمراتي ودي الولد عند عماته رفضوا ان هم ياخدوه، وقالوا احنا مش عايزينه، روحي شوفي هتعملي في ابن اختك ايه، اذا كنتي انتي ابن اختك ومش عايزاهم يقعدوا في بيوتك، احنا هناخدهم للرجاله الغرب. طبعا حصل مشكله كبيره بيني وما بينها، وانا وبتخانق معاها بصراحه ضربتها بالقلم. ابن اختها ده لقيته واقف فوق ظهري وبيشدني وبيضرب فيا بكل قوته، اكنه راجل كبير عنده قوه وصحه ما شاء الله، مش هقولكوا عليها عامل ازاي. في الاول لقيته جايله هستيريا زعيق بضرب اكني بتخانق مع راجل كبير. ما كنتش فاهم ايه اللي هي قعدت تهديه وتقول له مع ابعد مفيش حاجه، احنا بنهزر مع بعض، وفضلت تهدي في الولد لغايه ما الولد بعد عني. وانا كمان اتضايقت من الموقف ده، حسيت ان كرامتي اتهانت، حسيت ان انا مش عارف اخد راحتي في بيتي، ان انا اتهنت في بيتي. امي بتقولي لازم توديه مكان خاص يتعاملوا معاه، ولازم تودي الولاد ملجأ عشان ما يبقاش فيه اهتمامات بولاد اختها وابنك ولا بنتك اللي جايين، ما يبقاش ليهم اي اهتمام كده. المسؤولية هتزيد عليك، المصاريف هتزيد عليك، مع العلم ان هم في ورث ليهم. مراتي بتصرف عليه منهم، وكانت كمان بتصرف من فلوسها الخاصة عليهم. انا مش مزودتش اي حاجة في المصروف، كل الزيادة اللي انا هحطها لما يجي بنتي على وش الدنيا ان شاء الله. بس انا بصراحة عايزة امشيهم اوديهم اي مكان. كمان في موضوع في شقة واللي معروضة للبيع،
مراتي بتقولي ناخدها، انا ابيع شقة امي واخدها واخليها للولاد يبقوا نفتحها على بعض ونكبر شقتنا، عشان احنا كمان شقتنا اوضتين وصالة يعني صغيرة على قدنا ومش هتكفينا ولا هتكفي ولادي. وانا متضايق جدا من الموضوع ده، انا عايزهم يمشوا من البيت مش تجيب لي شقة تانية تقعدهم فيها. انا بصراحة نفسيتي تعبت جدا، وحطيت شرط يا الطلاق يا اما الولاد دي تمشي من البيت. لقيتها مرحبة جدا بالطلاق وقالت لي خلاص انا هاخد الولاد واروح اعيش في بيت اهلي، انا مش هفرط في دمي ولحمي ومش هفرط في ولاد اختي الوحيدة. دول يمكن ربنا كرمني بالخلفة عشان خاطر الولاد دي انا مش هفرط فيهم، دول يتامى ولحمي ودمي ومش هسيبهم يتربوا في ملجأ او عند حد غريب. خلاص انا بقول لها طب وديهم فترة ولادتك عند جدتهم مامة باباهم. هي بتقول لي لا، الست عندها 85 سنة، ازاي هترعى طفلين، ازاي هترعى ابن اختي كمان اللي عنده محتاج اهتمام خاص، انا عايزة شغالة تساعدني بس في البيت الفترة اللي انا النفاس بتاعتي او فترة الولادة بتاعتي لغاية ما اقدر اقف على رجلي، وبعد كده خلاص يعني هاتهالي شهر واحد او شهرين بالكتير، وانا كمان اللي ممكن ادفع فلوسها، اديك جزء يعني من فلوسها وانت ادفع جزء. بصراحة أنا متضايق جدا، وأنا رافض كمان موضوع الشغالة ورافض موضوع الخدمة. ليه أدفع فلوس في شغالة وأمي كانت هتيجي تخدمها؟ أنا متضايق جدا. وهي قالت لي خلاص مامتك ما تجيش، خلي مامتك قاعدة في بيتها وهات لي شغالة تخدمني وتخدم الولاد ولاد أختي. بس بصراحة أنا متضايق جدا ونفسيتي وحشة جدا ومش عايز اخد موقف. انا كنت بقول لها كلمة الطلاق دي بهددها، بس لقيتها مرحبة بالفكرة ومش عايزة اخد موقف ارجع اندم عليه بقية حياتي. وبصراحة انا كمان بحبها ومش عايز بنتي تتربى بعيد عني وعن مامتها، بس انا كنت بهددها بموضوع الطلاق ولقيتها مرحبة جدا وانا مش عارف اتصرف ازاي. بص انا عايزة اقولك حاجة، مراتك ست جدعة، ست اصيلة، ست بتفهم في الاصول، المفروض ان انت تفرح بيها خيرة، ان هي هتعرف تربي ولادك كويس، ان هي ربنا عطاك بركة في بيتك وانت مش حاسس بيها. ده ربنا يمكن يكرمك وكرمك بالحمل ده عشان خاطر الولاد دول، ربنا ان ما طلعش زيه عشان ما ترميش شماعتك عليه. يمكن ربنا يكرمك بعد كده وكرمك دلوقتي برزقهم. دول يتامى، يا بخت كافل اليتيم. فبلاش تخلي مراتك تقدر الخير اللي هي بتعمله. دول ولاد اختها، دول لحمها، مش معقولة هتبقى موجودة وترميهم في ملاجئ او ترميهم لناس غريبة. قول لمامتك ست الكل يعني مش هيعملوا لك حاجة في الخدمة. مراتك عندها حق بدل ما تدفع فلوس في مكان خاص ان هو يربي الولاد دي او ياخدوهم يعني من البيت يروحوا يعيشوا في مكان غريب. هات حد يساعد مراتك الشهر اللي هي والدة فيه او واحدة تساعدها كل شهر، وطالما هم عندهم ميراث وعندهم فلوس مراتك تدفع يعني من فلوسهم. يمكن هي شايلة فلوسهم للزمن. الخير يمكن ربنا يعم عليك الخير بزيادة قوي عشان خاطر الولاد دي. صفي نيتك من ناحيتهم. يعني ايه مش واخد راحتك في بيتك؟ اديك بتقول مراتك منظمة كل حاجة ومنظمة حتى وقتهم، يعني مش مؤثر عليك في حاجة، انت بس اللي نيتك من جوه مش سليمة ومش حلوة من ناحية الولاد وعايز تمشيهم بأي طريقة. فكرة مراتك حلوة ان انت تاخد الشقة اللي في وشك وتوسعوا عليكوا. الجزء بتاعها تكتبه باسمها، تكتبه باسم الولاد، هي حرة عشان ده مالها الخاص، مالها من ورث ابوها. تكتبه الشقة التانية باسمها زي ما هي عايزة او اسم الولاد براحتها، دي حاجة تخصها هي، وربنا هيوسع عليك والشقة هتبقى أكبر. أنت بتقول أوضتين وصالة، يعني لما تاخد الشقة ربنا هيوسعها عليك وعلى الولاد وعلى ولادك الجايين. اسمع كلام مراتك، مراتك بتفكر صح، مراتك ست دماغها حلوة، ست بتحب الخير عشان تبقى بره بيك وبأهلك كمان. ده أنت المفروض تبقى فرحان إن هي هتعلم ولادك الخير وهتعلم ولادك وتربيهم تربية سليمة وصالحة. خلي في قلبك رحمة. هي مراتك صح، مش هترمي لحمها للغريب. لما تلاقي نفسها هي ذات نفسها لما تلاقي نفسها تعبت اكيد هي هتعرف تتصرف. متضايق قوي من موضوع الشغل، ان هي قعدت من الشغل، ممكن تكون قعدت خلاص الحمل عليها تقل، بس ربنا بيكرم، ربنا بيعوض. ما تنساش لما
قعدت من الشغل ربنا هيوسع عليك اهو. جالها فكرة الشقة ان هي تاخد الشقة اللي في وشها وتوسع عليك وعلى اولادك اللي جايين. مش عيب خالص ان انت تصرف عليهم حتى لو هم ما عندهمش ورث. يمكن ربنا يزود دخلك ويكرمك في قرشك وفي ولادك وصحتك عشان خاطر الولاد اليتامى دول. هي مش هتفرط فيهم، دول ولاد اختها. بلاش تبوظ حياتك وحياة ولادك الجايين. بلاش تهدد تاني بالطلاق. بلاش تخرب بيتك. بلاش تسمع كمان لأي حد ولا لست الكل ولا أي حد تاني غيرها. اعتبره ابنك، اعتبره أخوك، اعتبره حاجة بتعملها لله في طفل يتيم. تدخل الجنة من أوسع أبوابها بسبب الطفلين اليتامى دول. فتقطع الخير اللي مراتك بتوصله بينها وبين ربنا. بلاش تقطع الخير اللي ربنا بعتهولك. ان مراتك تفكيرها صح، جيب واحدة تقعد بالولاد تشوف خدمتك حتى وخدمة الولاد وتخدم مراتك وهي موجودة، ومامتك تبقى مباشرة بس معاهم كده لو هتيجي تقعد معاكوا يعني فترة النفاس بتاعت مراتك. اكرمك بالطفل اللي جاي ده وانت بتقول بعد 3 سنين، يعني بعد شقة. يمكن ربنا اكرمك بسبب اكرامك ليهم، بسبب عطفك عليهم، بسبب معاملة مراتك ليهم، بسبب حبها ليهم. احمد ربنا ان طفلك اللي جاي ده سليم معافى، فاحسن اليه عشان ربنا يكرمك ويراعيك في اطفالك اللي جايين. ده رأيي انا. شوف رأي الناس في الكومنتات هتقولك ايه. لايك وشير للفيديو واحلى تعليق على القصة من عندكم. سلام عليكم.